أهلا بكم في مطبخي بكويزين. إن شاء الله تلقاكم هذا الفيديو وأنتم في أحسن حال. اليوم في هذا الفيديو بإذن الله راح تشوفوا معايا الطريقة اللي راح نحضر بها هذا القرنبيط أو الشوفلور، وراح نقدمه كمرافق مع الدجاج والحمص. شوفوا معايا الفيديو حتى النهاية وشوفوا الطريقة اللي راح نحضر بها. أول حاجة راح نقوم بها هي سلق الحمص. أنا الحمص كنت شمخته وخبيته في المجمد باش كل ما نحتاج الحمص نلقاه عندي واجد، وكتير سيدات بيوت يقوموا بنفس العملية. وفي طنجرة كنت وضعت فيها ماء يغلي وشوية ملح. راح نوضع القرنبيط أو الشوفلور يتسلق. كنت نظفته وقطعته على شكل دي بوكي أو باقات. العملية نتاع السلق ما راحش تكون طويلة، يعني باش يبقى شاد روحو في العملية نتاع القلي من بعد ما راحش يتفتت لي ويتكسر لي. في طنجرة أخرى راح نوضع شوية زيت، وبعد ما تسخن الزيت راح نضيف ليها قطع الدجاج اللي راح نخليها تقلى شوية في هذيك الزيت. راح نضيف نصف حبة بصل وراح نجرب ندير هاد التجربة، ندير عود سنان او ان كوردون نشدها باش ما تتحلليش في المرق. اول مرة ندير هاد التجربة. ضفت ورقتين رند او ورق الغار وحبة طماطم قطعتها على 2، عود قرفة صغير، وكيس تاع زعفران. الناس اللي يحبوا الزعفران، عندنا مناطق في الجزائر ما يحبوش الزعفران، ولكن احنا في الغرب الطبخ نتاعنا نستعملوا فيه الزعفران. الملح، الزنجبيل او سكنجبير، فلفل اسود، خرقوم، ومكعب مرق دجاج اختياري اللي يحب يستعمله. وفي الاخير راح نضيف الماء الساخن باه نمرق. راح نزيد شوية ماء. الآن راح نحضر البيض اللي راح نقلي به الشوفلور. راح نحك فيه ثوم 2 أو 3 فصوص ثوم، ورايح نتبلو بشوية ملح وشوية فلفل أسود وشوية كمون. هنا عندي كاس من الخبز اليابس المطحون، ضفت ليه نصف كاس من السميد الرقيق الخاص بالعجين. تقدروا تستعملوا غير الخبز اليابس وحده، ولكن أنا حبيت نمزج بيناتهم، يعطوني نتيجة رائعة ومنظر شباب للقرنبيط. أول شيء راح نوضع القرنبيط في البيض أو الشوفلور، راح نغمسه في البيض ثم راح نرمده في هذاك السميد والخبز اليابس. كاين طريقة أخرى كتير أخوات معتمدينها، أنهم يغطسوا لي بوكي نتاع الشوفلور في عجينة من البيض والفرينة ويقلوه مباشرة في الزيت. أنا هذيك الطريقة جربتها كثير من المرات، ولكن أنا نفضل هذه لأن الطعم جاني بهذه الطريقة أفضل، خاصة إذا قدمنا الشوفلور كمرافق كما راني نحضر فيه اليوم. يعني من الأحسن نحضروه بهذه الطريقة، الطعم بتاعه راح يكون أفضل. كما نقدروا تاني نستعملوا الفارينة بدل الخبز اليابس والسميد، يعني كي نغطسوها في البيض نرمدوها في الفارينة.
وهذه بطاطا صغيرة راني نقلي فيها، نحضرها باش نزيد ندمجها في الطبق كفكرة باش نزكيو بها الأطباق نتاعنا. راني في فيديو سابق كنت وريت كيفاش نقشروها وكيفاش نحضروها، تقدروا ترجعوا الفيديو وتشوفوا كيفاش حضرتها. الحمص بعد ما نسلق وصفيته من الماء اللي كان فيه، راح نضيف له شويه مرق ونخليه يطيب وياخذ البنه تاع المرق، او تضيفوه للطنجره مع الدجاج كيما تحبوا، يعني لك الاختيار. انا ما وضعتوش في الطنجره، خليته على جنب يطيب وحده. وبعد ما تفقدت الدجاج لقيته خلاص طاب، راح نوضعه في صينيه تدخل الفرن باه ياخذ شويه لون ذهبي. من الاحسن نقوموا بهذه الخطوه باش كي نقدموا الطبق يجي المنظر نتاعو شباب. راح نصفي هذاك المرق من الطماطم والبصل. انا البصل راهو تحل معايا، ما التجربه نتاع الكوردون او عود سنان ما نجحتش معليش، الدنيا تجارب، احنا درنا تجربه. وراح ناخذ شويه فارينه كنت ذوبتها في شويه ماء، وراح نضيفها لهذاك المرق باش يعقد، يجيني شويه عقد. من الاحسن نقوموا بهذه الخطوه هذه باش يجينا مرق عقد ويجينا شباب، ما يجيش المرق جاري. نقدروا ما نستعملوش الفارينه ونستعملوا نشا الذره او المايزينا. هذه هي النتيجه النهائيه. الشوفلور حتى هو نسقوه شويه بالمرق باش يتشرب، وراح يجي الطعم نتاعو رائع. البطاطا ضفتها باش نزكي الطبق نتاعي، تقدر تحبوا تضيفوها تحبوا ما تضيفوهاش، ولكن انا راني جربتها والطعم نتاعها هائل. يعني راهي في الاسواق باثمان رمزيه، علاه ما نضيفوهاش هكذا في الاطباق ونستغلوها، ولا غير الطعم نتاعها رائع جدا. انا نفضلها على البطاطا كبيره الحجم. نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفة والطريقة اللي حضرتها بها. نتلاقاو في فيديو آخر مع وصفة أخرى إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.